السلام عليكم، مرحبا بكم في بيت الأمل. إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير وبألف صحة وعافية. واليوم راح نشوفوا مع بعض كيفاش نحولوا هذه العلب الزجاجية اللي متواجدة في كل بيت إلى منظمات جميلة للتوابل بوسائل بسيطة وبطريقة أبسط كذلك. تفضلوا معايا نشوفوا الطريقة مع بعض. أول حاجة درتها جبت البلارات تاع الزجاج اللي عندي في البيت، حاولت نجمع اللي عندهم حجم واحد وثلاث أحجام مختلفة، يعني الكبار والمتوسطين والصغار. موجودين هذو في كل بيت، والميزة أنهم زجاج، مادة الزجاج يعني صحية، تقدري تعاودي تستعمليهم في نفس الوقت. متوفرين يعني في كل بيت، ما هو شرط حتى نشري. إذا حبيتي تشري بلارات اللي جاهزين موجودين في الأسواق بكثرة. هذا الشيء طبعا يرجع ليك. باش نحيو الغلاف هذا اللي يكون لاصق مرات وصعيب شوية باش تنحيه، تحطيهم في ماء يغلي يغلي، يعني تكوني غليتيه وحطيه البلارات تاعك وخليهم مدة 10 دقائق، راح يتنحى معك بسهولة. يتنحى معك بسهولة بهذه الطريقة. إذا حسيتي بأنه ما تنحش معك بسهولة تقدري تعاوني بالسكين ولا بالموس. وبعد ما نحي لهم هذه الأغلفة كل نغسلهم بالماء وصابون سائل، ونرجع نقول لكم واش نديروا فيما بعد. بعد ما نظفت الأغطية جيدا جبت هاد لا بينتور السبراي هذه في اللون الأبيض، واللون طبعا يرجع لك انتي حرة في اختيار اللون. وراح نبدا نرش بالطريقه هذه باش نتحصل على اللون الابيض. ندير طبقه اولى ونخليها تنشف، ومن بعد نزيد نعاود طبقه ثانيه باش يخرج لي لون ابيض ناصع، ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. بعد ما نشفوا الاغطيه تاوعي تماما، خليتهم حوالي 24 ساعه. حطيت التوابل تاعي اللي حابه نحطها في هذه العلب الزجاجيه، ومن بعد غلقتهم. جبت هذا البابي غومي، الورق لاصق بالالوان، هذا موجود في المكتبات، فيه بالالوان. انا هنا اخترت اللون الاسود. راح نستعمل، هو كلاسي ما تقدريش تكتبي فيه بالطباشير، راح نستعمل هذا ليفاسور نكتب به كيما هنا. كتبت المواد كيما راني كاتبه هنا في العلب، نكتب ثوم، ونحي هذا الورق اللي من الاسفل ونلصق في العلب تاعي. اذا كنتي تحبي تستعملي حاجه اللي تقدري تمحيها، ماهوش كيما هذا، تقدري تستعملي اوراق الرسم. هذه اوراق رسم ملونه تلقاي فيها الوان بزاف. انا اخترت اللون الاسود باش نقدر نكتب فيه بالطباشير. قطعت مربعات صغيره بهذا الحجم. كما تعرفي حاولي تكبري شويه هذه القطع تاع الطباشير لانه يحب المساحه. وجبت الطباشير تاعي ونكتب اسماء المواد اللي راني حابه نستعملها، كما مثلا عندي كمون، والا عندي خزامه، وجبت الغراء هذا تاع الاطفال يعني تاع المدارس، ولصقوا في العلب تاعي الزجاجيه بهذه الطريقه. ونشوفوا العمل تاعنا بعد ما كملناه. هذه هي النتيجه الاخيره لمنظم توابل تاعي. العلب هذه بعد ما كملت الملصقات. اذا كان ما عندكش هذا الورق اللاصق لوتوكولون هذا، تقدري تستعملي سكوتش هذاك الاسود فقط، يعني بنفس الطريقه، وتقطعي وتلصقي مباشره حتى ما تستعمليش الغراء، وتكتبي الاسماء تاع التوابل اللي حبيتي. انا هنا خليت هذو في اللون الاخضر باش يكون عندي مزيج بين الابيض والاخضر. انتي تقدري اذا حبيتي تستعملي لون اخر لهم كل، ولا حتى لون واحد اللي هو الابيض. بقى لي هنا فراغات، ما عنديش هذه البلارات بهذا الحجم. استعملت هذو تاع الزيت والخل باللون الابيض. عندي هذو كانوا موجودين عندي في البيت هما، والملاحات هذو. من بعد شويه ان شاء الله نكمل بالبلارات هذو، نكمل لي ليمون تاعي كامل. هذا لو سيبور انا كان موجود عندي في الدار،
كان عندي فيه علب خاصه بالتوابل وتكسروا لي ما بقاليش منهم بزاف، فضلت نستعملو بهذه الطريقه. تقدري تحطيه فوق لو بلان دو طرافاي تاعك، تقدري تعلقيه ورا الباب تاع البلاكار خزانه المطبخ، وكيما تقدري تعلقيه الفوق في الاعلى في المطبخ قريب من الكويزينيير تاعك والا الفرن كيما راني دايره انا هنا. هذا هو ليليمون تاعي الخاص بالتوابل، علقته هنا قريب من الفرن باش يكونوا توابل تاعي قراب ليا، وفي نفس الوقت باش نربح المساحه. كيما قلت لك انا المطبخ تاعي صغير. هذه طريقه تقدري تستعمليها. كيما تقدري تعلقيه داخل باب المطبخ كيما قلت لك. تقدري ثاني تستعملي هذا المنظم اون دونتيل هذا في اللون الابيض، خاصه اذا كان عندك المطبخ تاعك في اللون الابيض. كما تشوفي نفس الاحجام راهي دخلت لي هنا، كما هذا يقدر يهز حتى علب اطول. هذا فيه هذا الميزه. وتقدري تعلقيه كيما علقت انا هذاك اللي عندي، ولا حتى ورا البلاكار بنفس الطريقه. كانت مشتركه سالتني قالت لي كيفاش يتعلق. عنده هنا ثقوب، زوج في الاعلى وزوج في الاسفل، تستعملي لي فيس وتعلقيه بسهوله تامه. كيما راكي تشوفي هنا استعملت العلب تاع النسكافيه. يعني انت ابدعي برك، شوفي واش عندك في البيت وحاولي تنسقي الالوان، ولا حتى في لون واحد، ولا تتخلصي من فوضى والكركبه تاع هذو العلب اللي اكيد راهم دايرين لنا ازعاج. في نفس الوقت تنظمي البيت تاعك بطريقتك انت. هذه هي الفكرة البسيطة اللي حبيت نشاركها معكم اليوم، خاصة لأصحاب المطبخ الصغير، المطبخ المتواضع. نتمنى إن شاء الله تكون عجبتكم. إذا عجبتكم هذه الأفكار ما تنسوش تشجعوني بلي لايك، تعليقاتكم الجميلة تفرحني بزاف. وما تنسوش الاشتراك في القناة إذا كنتي أول مرة تزوري القناة باش توصلي بكل ما هو جديد. مرحبا بكم في بيت الأمل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.